مساء الخير او صباح الخير على حسب التوقيت اللي بتشوف فيه الفيديو ده. النهارده الفيديو التاني من سلسلة تعليم افتر افكت. والنهارده هنشوف مع بعض ازاي نعمل تحديد على جزء في الخريطة بتاعتنا زي اللي باين ده. وصدقني الموضوع سهل جدا ومش محتاج منك خبرة كبيرة قوي في افتر افكت، والموضوع اسهل مما تتخيل ومش هياخد معاك وقت. وكل اللي احنا محتاجينه عشان نعمل الافكت السينمائي ده ان احنا يبقى عندنا افتر افكت وفوتوشوب، وهقول لك ليه دلوقتي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وتنزل تكتب لي تحت في الكومنت ايه رايك في الفيديو، وهتلاقيني سايب لك لينك الانستجرام بتاعي في البايو، وما تنساش تروح هناك تعمل لي فولو. هتلاقيني دايما بنزل هناك في الانستجرام شورت السريع عن اهم المعلومات في تعليم المونتاج. ومعلومه اخيره مهمه، كل اللينكات بتاع الاضافات هتلاقوها في البايو هناك في الانستجرام. ويلا بينا نبدا الفيديو. وبعد ما هتختار الخريطه اللي انت هتشتغل عليها، وانا هشتغل على الخريطه دي، ان الخريطه دي اصلا مطلوبه مني، عميل طالبها ان انا اعدلها له وهنضيفها الفيديو انا شغال عليه. فالمفروض ان هنا المكان اللي هم بيبنوا فيه او اللي هم شغالين فيه واللي محتاج ان انا اعمل سيلكت عليه. فهبدأ الاول قبل ما اعمل اي حاجة، هنبدأ نشيل الحاجات دي عشان ما تبوظش معانا السيلكت، وفي نفس الوقت احنا كده كده مش محتاجينها. فهنجيب أداة الستامب تول وهنبدأ نعملها في السريع. تمام. وبعد ما فضينا الحتة اللي احنا هنشتغل فيها، هنبدأ نجيب أي أداة سيلكت وهنبدأ إن احنا نعمل لها سيلكت باستخدام فوتوشوب. فهنجيب الماجيك تول مثلا وهنضغط هنا، هنلاقي هو عمل لها سيلكت. هندوس كنترول جي عشان ناخد منها نسخة، وهنبدأ إن احنا نسيفها، بس هنسيفها بي ان جي عشان تبقى متفرغة. تمام. وهنبدأ إن احنا برضو هنسيف الخريطة بعد ما شلنا منها التكست، برضه هنسيفها بي ان جي، نغير الاسم بتاعها. وبعد ما فصلنا الاتنين عن بعض وبقى معانا الجزئية اللي احنا نعمل لها السلكت والخريطة بتاعتنا الكاملة، هنبدأ ان احنا ندخل على افتر افكت. فخلونا نقفل فوتوشوب. بعد كده هنروح نفتح افتر افكت الاول، ناخد الخريطة بتاعتنا، نروح نفتح افتر افكت. هنضيف الاول الخريطة الكبيرة بالشكل ده، وهنبدأ نضيف القطعة اللي احنا عايزين نعمل لها سيلكت في الخريطة. تمام. احنا طبعا عشان في الفوتوشوب مسيفينهم نفس الابعاد ونفس المقاس، فانت مش هتبقى واخد بالك، لكن زي ما انت شايف هي كده كده موجودة. هنا بقى لو حابب ان انت تكتب اسم الخريطة بتاعتك او اسم المكان، فتقدر ان انت تكتبه عادي. اما لو مش عايز تكتب الاسم عليها فبرضو ليك الحرية. احنا مثلا هنكتب الاسم، هنكتب وصال. بعد كده نظبط مكانها. تمام. وهنرجع نروح عند قائمة افكت، هنكتب فيل، نرجع نسحب فيل ونحطه على الجزء اللي احنا عايزين نحدده، وهنغير لونه لأي لون احنا عايزينه. انا هخليه اخضر، وهندوس له اوكي. بعد كده هنبدأ نحدد القطعة بتاعت الخريطة بتاعتنا والتكست، وهنخلي الاتنين يبقوا في لاير واحدة، نعمل لهم بريكومبوز. تمام. بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف التأثير بتاعنا اللي انتوا شفتوه بتاع الحركة. مجموعة التأثيرات دي طبعا أنا هسيب لكم اللينك في البايو في انستجرام، تقدروا تحملوها وتستخدموها براحتكم. هنرجع تاني على افتر افكت، نضيف الافكت بتاعنا، هنبدأ نظبط المقاس بتاعه على قد السلكت بتاعنا. خلونا ندوس على اس عشان السكيلز، نبدأ نظبط السكيلز بتاعتنا. تمام. بعد كده هنعمل لها اخفاء، وهنبدأ ان احنا نعمل ماسك. خلونا اول نقفل السكيلز بالشكل ده. شايفين كده الإفكت بتاعنا اتطبق. هيبقى معانا خطوة اختيارية تقدر تعملها، إن إحنا نضيف كاميرا للخريطة بتاعتنا بحيث إن هي تدي عمق للخريطة، وفي نفس الوقت المشهد مش ممل.
فخلونا نضيف الكاميرا بتاعتنا من كنترول شيفت الت سي. من هنا هنبدأ ان احنا نختار 35 ملي، وهنخلي الانجل 60، وهندوس له اوكي. هنا بيقول لي ان هو 2 دي، احنا تمام هنحولهم 3 دي دلوقتي. نغير المود، نبدأ ان احنا نحول 3 دي، وعايزين نضيف نيل اوبجكت، فهندوس كنترول شيفت الت واي. بعد كده هنخليه برضو 3 دي، وهنخليه الكاميرا نتحكم فيها عن طريق ان الاوبجكت. بعد كده هندوس على البي عشان نبدأ بقى نظبط الابعاد بتاعتنا بتاعت الكاميرا. خلونا نرجع نقف في الاول خالص. بعد كده ندخل زوم. بعد كده هنبدأ ان احنا نضيف اول كي فريم. بعد كده كنترول شيفت ونطلع 20 فريم سهم قدام، 1 2. وممكن اكتر من كده، انا شايف احنا محتاجين اكتر من كده، فممكن نطلع 50 فريم قدام. فكنترول شيفت تاني، ويبقى 3 4 5. بعد كده هنبدأ ان احنا نخرج زوم، ونحاول نطلع في حتة تانية. تمام، هنبدأ برضه تاني كنترول شيفت ونطلع 50 فريم قدام، 1 2 3 4 5. وهنبدأ ندخل على الخريطة بتاعتنا اللي احنا هنعمل عليها سيلكت. بعد كده بعد ما خلصنا هنعمل تحديد للتلات او الكي فريم بتاعتنا كلها، وهندوس F9 عشان الايزي. وهندخل على الجراف اديتور، نبدأ ان احنا نظبط في السبيد بتاعها. بعد كده نخرج من الجراف اديتور، ونقدر نعمل اكسبورت ونتفرج على الفيديو براحتنا. فخلوني نعمل اكسبورت الاول ونرجع نتفرج، عشان طبعا زي ما انتم شايفين انا فاتح بريمير وافتر افكت وفتح كذا برنامج، فالجهاز بيموت. فخلونا نعمل ريندر. بعد كده اهم حاجة تاخد بالك من الاعدادات بتاعة الريندر بتاعتك قبل ما تعمل ريندر، وندوس ريندر. وبعد ما خلص معانا بالشكل ده نبدأ نتفرج على الفيديو بتاعنا، ونبدأ نحدد إذا كان محتاج حاجة ولا هو تمام. وزي ما انتوا شايفين دي كانت النتيجة النهائية. نعيد تاني. وده كان كل حاجة لشرح النهاردة، ولو استفدت ما تنساش تقول لي رأيك تحت في الكومنت، وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك وشير، وهتلاقي كل الروابط بتاعتك في البايو هناك في انستجرام. وما تنساش تعمل لي فولو، واهم حاجة في الاخر ما تنسوش تبعتوا لي النماذج اللي انتوا عملتوها هناك في انستجرام. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. سلام.